السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم دايما في الله. يا رب يديمكم نعمة في حياتي وفي حياة الجميع، اللهم امين. يا رب يعني ربنا يوسع الناس جميعا ويجبر بخاطر الناس جميعا، اللهم امين كده. وينصر اهل غزة وفلسطين، اللهم امين. ربنا ينصرهم، ربنا ينصرهم ويجعل الشهداء في الجنة ونعيمها، اللهم امين. ربنا يرحمهم برحمتهم. دعوة ليهم حلوة ان ربنا ينصرهم نصرا قريبا ان شاء الله. ربنا معاهم واحنا قلوبنا دايما معاهم، بجد قلوبنا معاهم ودايما بندعي لهم يا رب. ربنا يكبر بخاطرهم وينصرهم، اللهم امين يا رب العالمين. تعال نبدأ كده الفيديو بتاعنا. طبعا بسم الله وروتيننا النهاردة. طبعا يوم الخميس، طبعا مش شفتوه في اي وقت شفتوه صباحا فصباح الفل صباح الورد والياسمين، شفتوه مساء يا مساء الورد والياسمين والخيرات، اللهم امين، والرحمة، اللهم امين يا رب العالمين. تعال نسمي بسم الله كده طبعا عشان ما نطولش الفيديو. طبعا زي ما شايفين انا ده جايبه ايه القاس، ادي واحده مقشراها والتانية حبيت اوريها لكم مقشرها كده اهي كده. انا سواء يعني بحب انقيه صغير عشان طبعا اعرف ايه اللي انا طبعا اقشره كده. وبس طبعا ده تبقى مال السوق وبقى كتير جدا جدا، وطبعا يعني حلو جدا جدا، وانا بجد بقى من عشاق القلقاس انا واولادي. زي ما شايفين كده انا خلاص تقشير بقى التاني وقطعتها زي ما شايفين بقى نقطعها بقى ازاي كده نصين. طبعا كلنا عارفين طبعا كده اهي. نيجي طبعا نعمل ايه، طبعا نيجي مقطعين بقى الصوابع يبقى ماسكين كده كويس جدا اهي. اهي نقطعه كله كده زي ما انتوا بقى حابين. وكده طبعا حطينا له القاس في ميه وسيبناه بقى لما ينزل كل الجيلاتين اللي فيه، الماده يعني الماده الجيلاتين اللي فيه، ونعمل ايه ونعمل السلق طبعا كده من القص بتاعته يعني كده ايه كده على طول. وطبعا الكزبره دي طبعا هنعملها واحده واحده برضو كده كده ورا ورا كده نقرطفها كده. وانا طبعا هروح اعمل هقرطف كل ده واخلصه واشطفهم طبعا واغسلهم كويس جدا تحت الحنفيه او تحت الميه كويس جدا اهي. زي ما شايفين بقى ايه، طبعا انا غسلت السلق والكزبره، فانا دلوقتي خرطت بصلايه كده ومعلقه سمنه وحبه زيت واحطهم كده على النار. ومعايا طبعا الايه اللحمه طبعا استوت، وانا هحط لها الايه الملح ادي كده 3 معالق ملح صغيرين جدا. وهي خلاص كده اهي سخنه جدا، هي خلاص استوت يعني غلوه كده يعني 5 دقايق كده بالظبط واطفي عليها. لا طبعا بصلايه زي ما شايفين كده ايه يعني شوحت معانا شويه، نحط بقى معلقه كزبره
ومعلقه فلفل اسود كده او نص معلقه كده، ومعلقه بابريكا اللي هو القرنقوط الحلو اهي معلقه. طبعا نقلب كده كويس. نحط بقى ايه معلقه صلصه كده كده، معلقتين كده او معلقه على حسب. دي الصلصه دي اختياري، الصلصه دي طبعا على حسب ما انتوا حابين كده. نقلبها كده شويه. ننزل بقى بعصير الطماطم. ونحط طبعا الملح. نغطيها بقى كده نسيبها لما تتسبك. زي ما شايفين بقى كده ايه، انا طلعت اللحمه كده في بول او في حاجه زي كده. وطبعا نحط عليها ايه الباميه، طلعتهم في ليزر اهي، بس يا دوبك شطفه بس كده. طبعا حتى بقى ايه مكعب مرق الدجاج زي ما شايفين كده. احط بقى ايه يعني حته هريسه كده، يعني اقل من نص معلقه هريسه عشان طبعا بتحرق جدا. طبعا ربع معلقه تومه كده مفرومه. معلقه كمون. السبع بهارات معلقه اهي. كزبره معلقه. حبه فلفل اسود كده معلقه. والصلصه بقى والتتبيله كده عليها كده. سخنه جدا طبعا، خلي بالكم. طبعا نقلبها كده كويس جدا. نزود بقى كبشتين شوربه كده. طبعا وانا قبلها بكون مسخنه الفرن زي ما انتم شايفين كده، واحطها ايه جوه الفرن، اخليها بقى تستوي كده وتشرب اللحمه في الباميه بكل الخلطه اللي فيها دي، تقليه جميله جدا. وتبقى عملنا كده طاجن باميه باللحمه، تبقى تحفه بجد، جميل جدا جدا، حلوه قوي قوي قوي. كمان بقى لو حطيت معاه كمان عصره ليمونه او خل على حسب ما انتي حابه، تبقى تحفه وتجنن بجد. بس انا ايه، انا عملتها قبل كده حط فيها خل وليمون، كانت تحفه. بس المره دي طبعا اهي ما حبيتش ان احط فيها يعني خل وليمون، يعني حبيت ان انا اعملها آه من غير خل وليمون. فانت لو حابه جربيها جميله جدا، انا مره بعملها كده ومره بعملها كده. فطبعا هحطها في فرن وارجع لكم تاني اشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا غاسله كيلو رز كده، حاطاه طبعا زي ما انتم شايفين في بول او في حلاق ليمون زي ما انتم حابين، يعني اللي عندكم يعني عامه. واحط طبعا معلقه سمنه بلدي كده، تخلي بقى ريحته طعمه جميله جدا اهي كده.
حط طبعا حبة زيت، الزيت يخليه مفلفل، والسمنة البلدي بقى تديله طعم كده وريحة جبارة، تبقى جميلة جدا. معلقة ملح كده، حبة فلفل اسود رشة، ننزل بقى بالايه، بالكيلو الا ربع كده لبن مغلي، غليه بصي الوش بتاعه جميل جدا جدا جدا. نعمل بقى ايه، حبة مية سخنين كده، اللي طبعا الوش بتاع اللبن يعني بتاع كوباية لبن كده اهي. طبعا زي ما شايفين كده دي قشطة، طبعا زي ما شايفين اهي اهي طلعها من وش طبعا من وش اللبن. لو ما عندكيش خلاص يكفي بس اللبن ويكفي بس السمنة البلدي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى وش القشطة بقى على على الرز كده جميلة جدا جدا. يبقى تاكل رز معمر حلو اوي اوي اوي، مليان بقى طبعا فوائد كتيرة جدا. زي ما بقول لكم ما عندكوش قشطة، يكفي بس السمنة البلد وحبة الزيت وبس كده اللبن. عايزة تحطوا له بقى علبة زبادي حطي ماشي، لو ما عندكيش خلاص مش يعني الزبادي اختياري او القشطة دي اختياري على حسب ما انتوا حابين او حسب الحاجة اللي موجودة عندكم. انا عشان القشطة موجودة عندي في الفريزر دايما بغلي اللبن واشيل دايما القشطة دي في كيس على طول بحتاجها، مش لازم اعملها سمنة بلد بس بحب بحتاجها في رز، ما بحتاجها في حاجات كتيرة، في قرص، في حاجات كتيرة قوي قوي، فبتبقى غنية جدا بالفوائد لاولادنا وللجبن. فانا هحطها في الفرن وارجع لكم ايه تاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بخرط الخضره اللي هي السلق والكزبره، وده حطيت بقى الشوربه تغلي كده في الحله اهي. ننزل بقى بالايه بالايه القلقاس طبعا غسلته كويس جدا من الايه مادة الجيلاتين او المادة اللازقة اللي فيه كده اهي. فاسيبه بقى عما اخلص طبعا تخرط الخضرة يستوي كده. طبعا زي ما شايفين طلعت بقى الطاجن البامية باللحمة والطاجن الرز المعمر جميل استوى خلاص. وزي ما شايفين كده ننزل ايه، حاطه طاسه فيها معلقه سمنه بلد او زبده او زيت اللي عندك، وانزل بالخضره اللي طبعا اللي احنا ايه مخرطينها او عاملاها في كبه على حسب الايه، على حسب يعني الامكانيات عندك. يعني عندكش كبه المخرطه وخرطيها، ممكن في الكبه الصغيره بس هتاخد معاكي الكبه وقت الكبه الصغيره بتاعه الخلاط، لا مخرطه وعلى طول مش هاخد معاكي اي وقت خالص. تشويحه كده نقدر نشوحها لحد ما تنشف معانا كده، يعني لو فيها ميه او سوائل او اي حاجه كده تمتص السخون، تمتص السوائل اللي فيها او تنشف يعني عامه، يعني باللغه الايه البلدي بتاعتنا. زي ما انتم شايفين بقى ان بتاع العين التانية كده كبيره وبدات تبص تنشف معانا. هنعمل ايه قبل ما تنشف كده، نحط بقى معلقه التومه اهي
المعلقة الصغيرة. ونشوحها كده معاها. وننزل بقى عليها بمعلقة كزبرة ومعلقة فلفل اسود او نص معلقة كده. نقلب كده نص معلقة بقى ايه هريسة شطة كده، دي اختياري برضو كده، تخليلك بقى الطعم يعني حاجة تانية، الطعم والريحة بجد بتبقى حلوة قوي قوي قوي. نقلبها كده. تعال بقى زي ما شايف كده بقى نقلت كده على التانية، وانزل بالايه خلاص. هو استوى بقى زي بس عامل زي الزبدة ازاي اهي، جميل جدا جدا. فكده بقى هطفي عليه خلاص. زي ما شايفين كده انا خلاص بقى خلصت. ادي طبعا الرز المعمر استوى طبعا زي ما انتم شايفين وجميل جدا. وادي التسبيكه او مع الباميه باللحمه، بصي جميله جدا جدا، حلوه قوي قوي. اللحمه عامله زي الكريم او زي فيها. وادي طبعا الباميه استوت على طول، ما خدش معانا اي حاجه. طعمها حلو قوي. وادي طبعا القلقاس معانا. وادي طبعا الرز، بس الرز مفلفل اهي، بس مفلفل ومستوي كمان، طعمه حلو جدا. هقولكم دايما ما تنسونيش باللايك فضلا وليس امرا، واسيبكم في رعاية الله. ما تنسوش تذكروا الله يذكركم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.